ليه الستات بتحب الراجل متعدد العلاقات بين قوسين نسوانجي أكتر من غيره؟ فاكرين فيلم إشاعة حب لما حسين كان بيحب بنت عمه لكن هي رفضته عشان قالت أنا عايزة واد مدردح زي لوسي ابن طنط فكيهة؟ ده علميا صح. في كتاب تاريخ موجز للحب الكاتبة بتقول لنا إن الراجل الوسيم المحترم ملوش فرصة قوي مع الستات مقارنة بالراجل المتعدد العلاقات، وده من خلال دراسة الكاتبة قالت عنها. الدراسة كانت عبارة عن إن جابوا راجل وسيم ماشي في الشارع وسألوا الستات اللي ماشيين في نفس الشارع هل تقبلي بعلاقة جسدية عابرة مع الراجل ده؟ كلهم قالوا لأ. راحوا شارع تاني ونفس الراجل ده بس كان معاه واحدة صاحبته وكانت واضح إنها منسجمة معاه وبتمدح فيه والكلام ده كله، وسألوا الستات اللي في الشارع هل تقبلوا بعلاقة جسدية عابرة مع هذا الشخص الوسيم؟ 80% قالوا أيوه. واو. وده تقريبا اللي حصل مع حسين في إشاعة حب. مجرد ما طلعت عليه إشاعات إن هو بتاع ستات وإن هند رستم دايبه غرامه، بنت عمه حبته. شيء عجيب، اللقمة ما بتحلاش غير وهي في بق غيرنا. في الفيديو الجاي بقى هقول لكم عن رجل آخر أكتر من الرجل متعدد العلاقات بيجذب الستات.